السلام عليكم. فيها ايه انك تبطل اغاني؟ فيها ايه انك تبعد عن الاغاني وتتوب منها؟ هي الاغاني هتدخلك الجنه؟ هي الاغاني هتريحك؟ مش هتريحك. هل هتديك حسنات؟ مش هتديك حسنات. بدل سماع الاغاني والمهرجانات بسماع القران الكريم، كلام ربك سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيريحك. قال الله تعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر ربك قلبك هيطمن. واسمع الاناشيد الجميله اللي بتقربك من النجاح وتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الاغاني هتقربك من الشيطان والفساد، وانت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وعايز تعيش عيشه طيبه. لكن الاغاني والمهرجانات دي مش هتخليك تعيش عيشه طيبه. اسمع قران عشان ترتاح. السلام عليكم. بص يا اخويا، لو صحابك اللي انت بتمشي معاهم لو هم بيقربوك من ربنا سبحانه وتعالى والنجاح، فخليك معاهم. يعني بيقولوا لك ما تيجي نصلي، تيجي نقرا قران، نحفظ قران، ما تيجي نقرب من ربنا اكتر واكتر. بيقولوا لك ما تيجي نلعب جيم، نلعب كوره، نلعب رياضه، نحسن من نفسنا، نحسن من حياتنا. فخليك معاهم لانك انت في الطريق الصح ان شاء الله. لكن صحابك لو بيقولوا لك تعال نشرب سيجاره، ما تيجي نعكس البنات، ما تيجي نعمل كذا 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 في الحاجات الوحشه اللي مش ضد ربنا سبحانه وتعالى، فابعد عنهم لانك انت في طريق الغلط. واعلم انك هتتحاسب لوحدك، هتنزل القبر لوحدك وهتتحاسب لوحدك. محدش هينفعك. صحابك دول مش هينفعوك، مش هيحموك من ربنا سبحانه وتعالى. فانقذ نفسك، ابعد عن الصحاب السوء وقرب من الصحاب اللي تقربك من ربنا والنجاح، وان شاء الله هتلاقي حتى لو واحد. خليك معايا. السلام عليكم. في ناس بتشتكي بتقول انا مخنوق، انا تعبان، الدنيا متقفله في وشي، مش عارف اعمل ايه واسوي ايه، ويفضل يقول كده. لو سالته قلت له انت بتصلي؟ يقول لك لا انا مقصر. بتقرا القران؟ مقصر. تدعو الله سبحانه وتعالى يحل مشاكلك؟ يقول لك لا مقصر. طيب ازاي عايز ترتاح وانت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن الصلاه اللي هي الصله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ ترتاح ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال على الصلاه: أرحنا بها يا بلال. لأن الصلاة هي الراحة، هي اللي هتطمنك، هي اللي تخفف عنك هموم الدنيا. فصلي عشان ترتاح. لحد امتى يا اخويا هتفضل سايب نفسك للشيطان كده؟ مش عايز ترجع لربنا ليه؟ مش عايز تصلي ليه؟ ايه مشكلتك مع الصلاة؟ يا الصلاة كام ساعة يعني؟ دي 5 دقايق أو 10 دقايق. موضوع سهل مش صعب. انت ليه بتصعبه على نفسك؟ انت مش خايف من ربنا؟ انت مش مصدق ان في حساب انك انت هتموت؟ انت مصدق انك هتموت؟ انت لا مش مصدق ان بعد الموت في حساب؟ انت مصدق. طيب ليه انت مش بتصلي؟ انت هتعيش كام سنه؟ انت ضامن نفسك تعيش لبكره؟ اكيد لا. طب ليه مش بتصلي؟ ليه مش عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه؟ ايه مشكلتك مع الصلاه؟ ايه مشكلتك في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ هو اللي خلقك وامرك انك تعبده. ليه تبعد عنه؟ انت ليه غيره؟ مالكش غيره. قرب منه. السلام عليكم. بص يا اخويا، الاغنيه والمهرجان والراب اللي انت بتحطه على صورتك في الستوري مش هيزيدك جمال ولا حلاوه. انت جميل من غير اي حاجه، لكن هيزيدك ذنوب. هتقول لي ليه الاغاني حرام والمهرجان والراب والكلام ده؟ اقول لك انت كده مش معاني. ادخل على جوجل واليوتيوب وابحث ليه الاغاني حرام، وهتلاقي العلماء هيجاوبوا عليك عشان هم ردوا على السؤال ده. ولو ما اقتنعتش فانت عندك مشكله ولازم تحلها. اسأل نفسك سؤال: هي الأغاني والمهرجانات والراب بيفيدوك في إيه؟ ليه يا أخويا مش عايز تلعب رياضة؟ العب كورة، العب جيم، اجري، امشي، أي رياضة تفيد جسمك. ابعد عن الحاجات اللي بتدمر جسمك زي السجاير والحشيش والكلام ده كله، ابعد عنه. ابعد عن التدخين عشان ما تدمرش نفسك. صحتك دي ربنا يحاسبك عليها، والفلوس اللي تدفعها على السجاير والتدخين ده ربنا يحاسبك عليها. طب ليه جاي في نفسك كده؟ قرب من ربنا سبحانه وتعالى وحافظ على صحتك، العب رياضة. سيبك من التدخين والكلام الفاضي دوت. خاف من ربنا، ليك يوم هتتحاسب على صحتك وفلوسك. السلام عليكم. كل واحد فينا عايز من ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه وصحته تكون كويسه. من اسباب زياده الرزق اول حاجه السعي مع التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثاني حاجه كثره الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. 3 كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعلشان العمل يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى ليه شرطين. أول شرط يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، إنك تعمله لله سبحانه وتعالى فقط من غير رياء ولا سمعة، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ثاني شرط إنك تعمل العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تعمل زي ما النبي عمل، ما تعملش من دماغك أو تألف، اعمل زي ما النبي عمل علشان يكون العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة احضر النية وأنت بتعمل العمل، إن العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنك تعمل العمل زي ما النبي عمل. جاهد نفسك واطلب من ربنا سبحانه وتعالى وادعي إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك العمل ده ويكون خالص لوجهه الكريم إن شاء الله. السلام عليكم. بصوا يا اخواتي، عايزين نتوب من كل ذنوبنا اللي احنا بنعملها، نتوب من ذنوبنا ونبعد عن الذنوب ونصلي ونقرب من ربنا اكتر واكتر، عشان الذنوب اللي احنا بنعملها هي اللي مؤخره النصر، وهي اللي خلى الاسعار غاليه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك. في قوم سيدنا موسى عليه السلام كان في واحد بيعصي الله فالمطر ما نزلش، لما هو تاب المطر نزل. واحد بس كان مخليش المطر ينزل، لما تاب ربنا سبحانه وتعالى نزل المطر. انا وانت ذنوبنا اللي مخليه الاسعار غاليه، مخليه النصر لسه ما جاش بسبب ذنوبنا، فنتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحه. السلام عليكم. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فرض عليك، ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك وامرك بيه. قال الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك. امر من الله سبحانه وتعالى انك تتكلم عنه، تنصح الناس وتخليهم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. وعندك الشباب الصغير اشتغل عليهم، كلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وخليهم يحفظوا القرآن ويصلوا، وتكون انت سبب وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر إن شاء الله. السلام عليكم. رسالة لكل واحد متكبر في الأرض وشايف نفسه. اسمع حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو في قلبك مثقال قد النملة كبر لا تدخل الجنة، زي ما قال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم. هل انت مش عايز تدخل الجنة؟ هتقول لي عايز ادخل الجنة. طيب ليه تتكبر وشايف نفسك؟ تواضع لله. قال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. فتواضع لله ربنا يرفعك ويعزك. هتتكبر هيذلك. عايز ربنا سبحانه وتعالى يعزك ولا يذلك؟ اختار بقى لنفسك. السلام عليكم. كل واحد فينا عايز الطمأنينة والسعادة والراحة والفلوس والنجاح، وعايزين ندخل الجنة. كل ده بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا ليه بعدين عنه؟ يعني ليه مش بنصلي؟ ليه مش بنقرأ القرآن؟ ليه مش بنسمع القرآن؟ ليه مش بنحفظ القرآن؟ ليه مش بنذكر الله؟ ليه مش بندعي الى الله سبحانه وتعالى؟ وهمنا على الدنيا بس. طيب الدنيا دي كلها باللي فيها بيد الله اللي انت بعيد عنه. قرب من ربنا علشان تلاقي كل خير. تركك للصلاة مش هيفيدك في اي حاجة، ده بيضرك في الدنيا قبل الاخرة. ابدأ من النهاردة صلي، اول ما تسمع الاذان روح على المسجد صلي. السلام عليكم. بص يا اخويا، شوف ربنا سبحانه وتعالى اداك ايه واحمد ربنا عليه واشكره. قال الله تعالى لسيدنا موسى: فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. لو عايز النعمة اللي انت فيها تدوم وربنا سبحانه وتعالى يزيدك اشكره. قال الله تعالى: فإن شكرتم لأزيدنكم. اشكروا الله واحمدوا على النعم اللي انت فيها. السلام عليكم. بص يا اخويا، لما تلاقي نفسك مخنوق وتعبان ومرهق ومش طايق نفسك وحاسس ان الدنيا متقفله في وشك، ما تقولش انا محسود، حد حسدني. بص لنفسك، هل انت ذكرت الله سبحانه وتعالى؟ هل انت قرات القران؟ هل انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت تبت من ذنوبك اللي انت بتعملها، ولا انت بتعمل ذنوب ومصر عليها؟ الذنوب اللي انت بتعملها دي هي دي اللي مخلياك تعبان، هي اللي مخلياك حاسس بالشعور ده، زي السماع والاغاني والمهرجانات والراب، الشتايم وسب الدين والسجاير والحشيش، وكل ده بتتعب الواحد. وانت عايز ترتاح توب من ذنوبك دايما اول باول، واقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اذكر الله وصلي واقرا القران واسمع القران. رساله لاخوات البنات اللي مش بيصلوا: لحد امتى هتفضلي كده مش عايزه تصلي؟ ربنا سبحانه وتعالى رفع شأنك بالاسلام، سمى سوره اسمك اسمها النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. شفت بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى مقدرك ومعلي شأنك، وانت مش عايزه تسجدي لله. ليه؟ الله اللي خلقك بيحبك وعلى شأنك. قبل الاسلام كان بيدفنوا بنات، بعد الاسلام ربنا رفع شأنك وبيحبك. في الاخر
ما تصليش؟ طيب ليه ما تصليش؟ استفاد ايه لما ما تصليش؟ ولا اي حاجه. ابدا من دلوقتي وصلي. السلام عليكم. 3 نصايح مناسبه دخول المدرسه. اول نصيحه، جهز نفسك قبل ما تنام. جهز لبسك اللي انت تلبسه، جهز شنطتك وحط فيها الكشاكيل والقواريس والكتب المادات اللي عليك. ثاني نصيحه، نام بدري. ما تنامش متاخر تصحى بدري دايخ ومش قادر تقوم. نام بدري عشان تصحى فايق وتروح المدرسه كده وانت بنشاط. ثالث نصيحه، حب المدرسه. ما تكتش من المدرسه وتهرب، انت رايح عشان تتعلم. روح دروسك وذاكر كويس. نصيحه لاخواتي اللي رايحين المدرسه، انت رايح المدرسه عشان تتعلم، مش رايح عشان تكت وتقضيها، مش رايح عشان تتخانق، مش رايح عشان تتنمر على الناس، مش رايح عشان تتنمر على اصحابك، مش رايح تعمل الحاجات دي، انت رايح عشان تتعلم. هتقول لي يا عم المدرسين مش بيشرحوا ومش بيهتموا، ما انت اللي بتخليهم يعملوا كده. انت لو قاعد محترم وعايز تتعلم وتقول له يا استاذ عيد لي، هيعيد لك ويعلمك. لان انت بتزهقه وتخليه يتخانق منك، عشان كده بتخليه ما يشرحش او يسيبك ويمشي. هتسيب نفسك كده للشيطان، مش هتتعلم اي حاجه خالص، وهتلاقي نفسك كبرت ما عندكش اي شهاده وفاشل، مش هتعرف تعمل فلوس ولا هتعرف تعيش حياتك. لان الزمن اللي جاي ده عايز اللي معاه شهادات ودماغه شغاله، مش اقضيها مشاكل ويتشاكل مع ده ويتشاكل مع دوت، ويهرب من المدرسه ويقضيها ويجلس في الفصل وعلى نفسه دمه خفيف والكلام ده. كل حاجه لها وقتها. عايز ترفع عن نفسك وتلعب، بعد ما تخلص المدرسه العب شويه، ساعه ساعتين وخلاص. السلام عليكم. 3 نصايح لتنظيم الوقت والانجاز. اول نصيحه بسهوله، اكتب المهمات اللي في يومك. تطبيق في موبايلك اسمه نوتة او ملاحظات او حتى ورقه وقلم، واكتب المهمات اللي في يومك. ثاني نصيحه، بعد ما كتبنا اللي علينا ابدا في اول في اول مهمه، واديها 25 دقيقه، خد راحه 10 دقائق لحد ما تخلصها. خلصتها ادخل في ثاني مهمه، اديها 25 دقيقه، خد راحه 10 دقائق لحد ما تخلصها، وهكذا. ثالث نصيحه، كافئ نفسك بعد ما تخلص المهمات اللي عليك، لانك انت عملت انجاز في يومك. وابدا تاني يوم زي ما انت ما عملت، اكتب المهمات اللي عليك، ابدا في اول مهمه، خلصتها ادخل في ثاني مهمه، خلصت كل المهمات، كافئ نفسك. اعلم يا اخويا، الصلاه اللي انت بتكسل عنها هتعرف قيمتها لما تنزل القبر. كلنا لينا وقت وهننزل القبر وهنتحاسب. ده مش تشدد ولا عامل فيها شيخ، بس دي الحقيقه لازم اقولها علشان نفوق من غفلتنا. السلام عليكم. بص يا اخواتي، انت عملت ذنب ما تقفش عنده كتير، يعني ما تكونش مصر عليه، توب منه على طول. اتوضى وصلي ركعتين توبه وادعى الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك ويعفو عنك، واستغفر الله كتير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم 100 مره، 200 مره، 300، 1000 مره، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك الى حسنات. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا تيأس أبدا، ارجع إلى الله مهما عملت. السلام عليكم. الماتش بتاع امبارح الأهلي والزمالك أنت شاهدته، هل صليت العشاء؟ هل تهتم بالقرآن زي أنت بتهتم بالماتش؟ هل أنت بتهتم بالصلاة زي ما أنت بتهتم بالماتش الكرة؟ الإجابة لا. شوف القهاوي كان عامله ازاي، شوف الناس كانت متعصبه ازاي، اللي عمل يشتم ويشخر ويسيب الدين، يطلع من دينه بسبب ماتش كوره، بسبب نادي الاهلي ونادي الزمالك اللي انت متعصب عشانه وبتحبه وسبت الصلاه عشانه وبتسيب الدين عشانه. كفرت، طلعت من دينك علشان النادي ده. اداك ايه؟ فادك في ايه؟ كافئك بايه؟ ولا اي حاجه، ما عندكش اي حاجه، ولا حد عارفك منهم، ولا حد اصلا يذكر اسمك، لحد لك شكرا على المشاهده، شكرا على انك انت بتشجعنا، ولا اي حاجه، محدش هيديك اي حاجه. لكن انت خسرت الصلاه اللي سبتها، خسرت دينك ثبته وشخرت، واتخانقت مع اخوك واتخانقت مع اصحابك علشان ماتش الكوره. ما تشاهد وانت ساكت، استمتع بالمشاهده وخلاص، رفاهيه.